العلاقتين دولت او الدلايتين دولت خيط الاستيك الصغيره الهديه اللي بتيجي مع كل اوردر. ده هو عباره عن خرز كده سمايلي فيسز، بيبقى شكله كيوت قوي. اول لون اكيد هو الابيض، اكتر لون بيخلص مني حرفيا. هاي جايز، ايه الاخبار؟ معاكم منى واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هيكون عبارة عن جولة كاملة في كل مشترياتي من الخرز. انا لسه حرفيا جاية من بره. كنت بجيب خرز عشان اعمل ريستوك للاكسسوارز وبوكسات الخرز بتاعتنا. فقلت ليه قبل ما افتح كل الحاجات ان انا افتحها معاكم اوريها لكم كمان. انا بحب قوي الحاجات اللي هي متعلقه بالخرز. انا بحب كل الخرز، بحس ان هو متعه، بحس ان هو جميل. ايه رايكم نعمل انبوكسنج للحاجات اللي انا جبتها النهارده مع بعض؟ ويا بس كده، هو ده هيكون فيديو اليوم. اتمنى ان هو يعجبكم، وكمان حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوز الجديده. وبس كده، يلا بينا نبدا الفيديو. اوكي، خلينا نستكشف مع بعض الحاجات اللي انا جبتها. انا جبت بصراحه حاجات كتيره قوي. جبت بوكسات خرز، وكمان جبت خرز تفسيره، لان اللي ما يعرفش انا اسمي منى، وعندي براند اسمها منى بعمل عليها بوكسات خرز مختلف الاشكال والاحجام، كمان بوكسات خرز تفسيره، بوكسات خرز جامايكا، وكمان بوكسات الحروف والالعاب، وفي بوكسات كتيرة قوي جاية كمان في المستقبل. بس anyway، خليني الاول اوريكم ايه هو خرز التفسيرة اللي انا جبته النهاردة. ملحوظة انا بستعمل انواع خرز كتيرة والوان كتيرة، لان زي ما قلت لكم عندنا بوكسات 15 خانة وفي بوكسات 24 خانة، فلازم يكون عندي خرز التفسيرة ده دايما موجود، لانه لو خلص هيحصل مشكلة كبيرة. اول حاجة هي دي مشترياتي من خرز التفسيرة. كان عندي لونين 2 ناقصين. اول لون اكيد هو الابيض، اكتر لون بيخلص مني حرفيا. جبت منه كيس كامل، وهو ده بيبقى حجمه تقريبا بيبقى نص كيلو او اقل شوية. انا بجيب بالنص كيلو عشان يقدر يقعد معايا، ما بجيبش بكياس صغننه دي حرفيا بتخلص بسرعه قوي وما بتعملش حاجه. فانا اللي بيقدر يكفي معايا هو كيس النص كيلو. وتاني لون معايا كان ناقص برضو هو البينك. انا بعشق درجه البينك دي، بتكون موجوده في كل بوكسات الخرز بتاعتي من ال 15 خانه وال 24 خانه، وكمان موجوده تقريبا في بوكس الميني اللي هو 10 خانات بس. هو ده بيبقى شكلها، وهي دي درجتها. كانت ناقصه من عندي فعملت لها ريستوك زي ما قلت لكم. وتالت حاجه جبتها هي السمايلي فيسز. اللي ما يعرفش، عندنا بوكس كده جديد اسمه بوكس الحروف والالعاب مع بعض. البوكس ده بيكون فيه حروف وقلوب واشكال وخرز وفي حاجات كتيره قوي، يعني اللي بنحطها مع خرز التفسيره لما نعمل مثلا سلسله او خاتم او مثلا بريسلت او حاجات زي كده. ده هو عباره عن خرز كده سمايلي فيسز، بيبقى شكله كيوت قوي. بيبقى موجود كمان في بوكس الحروف والالعاب. بيتعمل منه اساور كتيره جدا واشكال كتيره قوي حلوه. ممكن دلوقتي اوريكم شويه اساور بتتعمل بالخرز ده، هتعجبكم قوي. Oh my god! واو! وبعد كده اشتريت بقرة خيط الاستيك الصغيرة الهدية اللي بتيجي مع كل اوردر. احنا مع كل اوردر بنطلعه بيكون فيها شوية هدايا بنديها لكم. ومن الهدايا دي هي بقرة خيط الاستيك الصغيرة، بتكون مقاس 1.0 وبتكون تقريبا 10 متر، حاجة في الحدود دي. بصراحة انا مش عارفة كام بالظبط، بس هو ده بيبقى حجمها، شايفينه؟ هو ده، يعني دي تقريبا فيها 10، فده بيبقى حجمها. وعايزه اقول لكم ان الخيط ده حرفيا بيخلص مني بطريقه مش طبيعيه. يعني حرفيا انا عندي منه اهو كميه، وعارفه ان هي هتخلص، فعشان كده جبت منها واحده تانية، عشان ساعات ما بلاقيهاش اصلا، ساعات حرفيا ما بلاقيهاش، واللي هو ما بقدرش اطلع اوردر من غير ما احطها جفت مع الاوردر، فعشان كده جبت منها واحده تانية زياده.
وطبعا طالما جبنا سيرة الخيط لازم نجيب سيرة بكرة الماكس اللي بتكون 100 متر من خيط الاستيك. سو جايز البكرة دي حرفيا هي العشق بالنسبة لي. انا بحب قوي البكرة دي لان هي بتبقى كبيرة واللي هي ممكن تقعد معايا وقت طويل. حرفيا جايز انا عندي واحدة من اول ما بدات البراند بتاعتي وهي لسه معايا، بعمل بيها اوردرات الاكسسوارز من الويب سايت بتاعي ولسه ما خلصتش. فبصراحه عشان هي الكواليتي بتاعتها حلوه قوي قررت ان انا اوفرها في البراند بتاعتي، وكتير منكم قوي فرح وكمان بقيتوا تطلبوها. وفي ناس حرفيا دلوقتي بتطلبها بس يعني هي لوحدها من غير بقى اي حاجه، تطلب كده اوردر لوحده عشان بس بكرة الماكس. وهي بتكون 100 متر مقاس 7، وده المقاس المناسب عشان نعمل سلسلة الكريز وسلسلة الوردة والنحلة، كل الحاجات اللي بتحتاج ان احنا ندخل الخيط في خارج التفسيرة مرتين، او يعني الاشكال اللي احنا لازم نعملها دي الغرز اللي بتتعمل بخرز التفسيره. ولان بكرة الماكس من اكتر الحاجات اللي بتطلب مني بسايد البوكس، يعني تقريبا اي اوردر بوكس لازم يطلب معاه بكرة الماكس معاه، فبصراحه بشتري منها بكميه كبيره. يعني هنا انا جايبه 4 وكان عندي كمان تقريبا واحده بس مش عارفه طلعت اوردر النهارده ولا لا، بس يعني عامه بتطلب مني كتير قوي لان زي ما قلت لكم الكواليتي بتاعتها حلوه، وكمان بيبقى فيها كميه حلوه قوي بتقعد وقت طويل قوي مع الكلاينتس بتاعتنا، فعشان كده بيحبوا يطلبوها كتير. وكمان من الحاجات الكيوت قوي اللي جبتها هما العلاقتين دولت او الدلايتين دولت عبارة عن دلايتين على شكل كاندي. انا بعمل بيهم الحلقان، وساعات بصراحة بتبقى دلاية سلسلة، بس انا اكتر حاجة بعملها وبتطلب مني هي الحلقان دي. بتبقى بصوا شكلها حلو ازاي جايز، يعني انا بعشقهم بجد، شكلهم كيوت قوي. بصوا شكلهم بجد تحفه ازاي. وكمان من البكرات اللي بقيت ان انا دلوقتي اوفرها هي بكره خيط الحظاظات، جبت منها كمان واحده عشان خلصت مني بصراحه. دي عباره عن بكره خيط بس مش استك، اسمه خيط حظاظات، خيط نايلون كده فاهمين. بنعمل منها اساور كتيره جدا باشكال مختلفه ومتنوعه. Oh my god! واو! بدات ان انا برضو اوفرها لكتير منكم بدا يسالني عنها، فقلت اوكي بوفرها، وكذا حد بصراحه طلبها تقريبا 2-3 من اول ما بدانا نوفرها تقريبا من اسبوع. اوكي جايز، دلوقتي فاضل لنا حاجتين تانيين بس اخرانيين اللي جبتهم النهارده. هما اول حاجه هما الثانك يو كارد. الثانك يو كارد ده من اكيد والطف الحاجات اللي بحطها مع بوكسات الخرز او اي اوردر عامه يجي لنا. هو بيبقى عباره عن كارد كده مكتوب عليه ثانك يو فور يور اوردر. بحس ان هي يعني تعبيرا عن شكرنا عن الاوردرز اللي انتوا بتاخدوها مننا، وان انتوا ازاي بتسبورت البيزنس بتاعنا. يعني حاجه انا بصراحه بحب اطلعها. فيا هم خلصوا من عندي فجبت منهم باكجينج تاني، تقريبا بيكونوا 50 واحده. فيا واخر حاجه جبتها النهارده من مشترياتي من الخرز هي الستوبر اللي الذهبي. الستوبر ده انا فرحت قوي ان هو خلص من عندي، حرفيا ما كنتش متخيله ان هو ممكن يخلص. اللي ما يعرفش ايه ده اصلا، ده الستوبر او كفر الستوبر اللي بنعمل منه سلسله الفراشه بحجر الكسر، واللي هي حرفيا بقت البيست سيلر عندنا الشهر ده. اللي ما يعرفهاش احنا عندنا 2 بيسز منها، وقريب قوي هنعلن عن واحده تانية من سلسله الفراشه بحجر الكسر. احنا عندنا 2 بيسز زي ما قلت لكم، باربي وانجلينا. عارفه ان انتوا كتير قوي بتحبوا باربي، بس انا عن نفسي بعشق انجلينا. وكفر الستوبر ده هو اللي بيتعمل منها. فلما خلص من عندي هو تقريبا فاضل لي 2، ف2 مش هيعملوا سلسله ابدا، فقلت ان انا اجيب كمان عشان يبقى عندي لما تجيلنا اوردرز منها ان شاء الله. ويا بس كده، هو ده كان كل المشتريات بتاعت النهارده. كنت بجد عايزه اوريكم المشتريات دي قبل ما افتحها واستخدمها، مش عارفه ليه، بس قلت يعني نفسي اعمل فيديو اللي هو مشترياتي من الخرز وكده. عارفه الحاجات مش اكتر حاجه ومش اكبر حاجه، بس
ممكن في يوم نعمل مشتريات للخرز بكمية كبيرة. لو حطيتوا لايك للفيديو واشتركتوا في القناة قولولي في الكومنتس لو عايزين نعمل فيديو مشترياتي من الخرز تقريبا بقيمة 5000 جنيه او مثلا 3000 جنيه، حاجة في الحدود دي. ويا بس كده، هو ده كان فيديو اليوم مشترياتي من الخرز. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم متنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه اذا اول مره تشوفوني. انا اسمي منى بالمناسبه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.